تعالى اقولك ازاي في صيف 2026 تكوني حاسه ببروده في جسمك وتكون ريحتك حلوه دايما. خطوات بسيطه بس هتفرق معاكي جدا 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 في الصيف. انا حاطه كل المنتجات اللي هكلمك عنها هنا، فيلا نبدا الفيديو على طول. اول حاجه النظافة. أول خطوة عشان جسمك يحس ببرودة، خدي شاور كل يوم الصبح بمية باردة على قد ما تقدري. أنا من الناس اللي مش بتستحمل المية الساقعة في الشاور، بس بحاول أخلي المية تكون باردة على قد ما جسمي يستحمل، لأن المية السخنة بتعمل بريك أوت للجسم وبتطلع حبوب وبتسخن أصلا درجة حرارة الجسم. فخدي شاور واغسلي كل جسمك، شعرك، بشرتك، جسمك، حتى لو هيكون شاور سريع. دي اول واهم خطوة عشان كل حاجة هنبنيها بعد كده تكون على نظافة وراحة. انا عندي فيديو كامل عن روتين الشاور بتاعي، تقدري ترجعي له، ولكن باختصار انا بحب استعمل الصابونة بتاعت دوف، بعدها اي شاور جل، واكيد بستعمل روتين شعري وبشرتي العاديين، بغسل شعري وبشرتي بالروتين المعتاد بتاعي، ده برضو ليه فيديوهات كتير هتلاقيها على التشانل. ولكن النهارده عايزين بعد الشاور ده نحدد كلامنا عن ان ريحتنا تكون حلوه ونكون احنا مرتاحين وجسمنا مش سخن في درجات الحراره اللي ما شاء الله بقت عاليه في كل الارض حتى في اوروبا. يعني حقيقه الله يرحمنا من السخونيه اللي بقينا بنعاني منها. فانا في الفيديو ده هعمل فوكس بس على الحاجات اللي ممكن نعملها لجسمنا. وبعد ما تخلصي الشاور اهم خطوه هي مزيل العرق. وبما ان في ابحاث كتير دلوقتي على انواع مزيلات العرق وان ليها خطوره، وانا وانتي وكلنا جربنا انواع كتير، الستيك، الرول، السبراي، جربنا انواع كتير علشان نخلي ريحه العرق ما تكونش سيئه في الصيف. انا بالنسبه لي جربت حاجه مؤخرا ومغرمه بيها ومش مصدقه نفسي، سعرها عادي جدا زي كل انواع مزيلات العرق اللي موجوده، ما طلعتليش حبوب ابدا، استعمالها انضف من الستيك وانضف من الرول، وهتفهموا ليه. ده دوف كريم مزيل للعرق. ده كريم، ولا هو ستيك ولا هو رول ولا هو سبراي، هو بيتفتح من فوق هنا وبيطلع بالبكرة اللي تحت، وهو حرفيا كريم لونه ابيض، كريم شبه الكريم المرطب اللي بنحطه في جسمنا. شايفاه هو هنا اهو، بيقلل من افراز العرق ولكن مش بيمنعه، لان ده طبعا غلط على الصحه. استعماله نظيف، لان كل مره تمسحي الجزء ده منها او حتى هتاخدي الكريم بايديكي وتحطي بايديكي. كنت جايباه من الصيدليه في مصر تقريبا ب 300 جنيه، يعني هو مش حاجه غاليه يعني. ريحته شبه ريحه الصابونه الدوف الاوريجينال، ملوش اي ريحه فما فيهوش اي عطور، ريحته كريم ملوش عطر، يعني هو بس ريحه الكريم. بيرطب الاندر ارم فمش بينشفها، ده انا حبيته جدا 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 بالذات لما الصيف جه. وبما اني قبل كده كلمتك عن البيزلاين ده وقلت لك ان انا لما اخد فرصتي معاه واجربه كويس هقول لك رايي فيه. ده اندر ارم سيروم، المفروض ان هو بيفتح البشره وبيساعد على نتيجه الليزر، المفروض ان هو فاست دراي، وكمان ما فيهوش كحول وبرابين والومنيوم. اللاين ده في ناس كتير اشتكت منه ان هو بيعمل لها تهيج عند الاندر ارم، بس انا لما استعملته كان حلو جدا. انا برشه من بعيد وبرش حبه قليلين ونتيجته معقوله على سعره، هو تقريبا برده كان ب 280 جنيه او ب 320 جنيه يعني حاجه كده. انا بستعمله كمساعد مع الدوف، باخده معايا في الشنطه عشان لو فضلت فتره كبيره في الشارع اخده واعمل ريتاتش كده سريع وانا في التويلت، لان انتوا عارفين الجو حر بزياده وممكن نقعد بره كتير، ممكن نتعرض للشمس كتير. فبما ان ده سبراي وسهل كده ان انا ارشه، فباخده اعمل بيه ريتاتش، وبكده انا ضامنه ان انا مش هيطلع لي ريحه عرق طول اليوم. الخطوه اللي بعد كده وهو الفازلين، اللي انا بحبه جدا جدا في الصيف لان هو بيدي احساس بروده التلج. هو لوشن للجسم غير دهني، مكتوب ان هو بيقلل درجه الحراره لحد -3، هو مش بيقلل ل3. خليني اوريهولك من جوه. هو عباره عن لوشن خفيف كده لونه ابيض، تحسيه شفاف شويه، هو ابيض على شفاف شويه. هل هو بيبرد للدرجه اللي انت ممكن تتخيليها؟ لا، بس هو ارحم من انواع الكريمات واللوشن التانية اللي ممكن نحطها وتعرقنا زياده وتحررنا زياده في الصيف. عشان كده انا بحبه في الصيف بس، لان هو بيدي احساس بروده شويه مش كتير، ومش دهني ومش بيلزق، واهم حاجه ان هو مش بيحرر زياده زي باقي انواع مرطبات الجسم. فجربي الفازلين ايس كول، ممكن تحسي ان هو
يبرد جسمك شويه في الحر. وبالمناسبه الناس اللي بتشتم على المنتج ده هم مستنيين ان هم يخليهم تلج في الصيف، لا هو مش للدرجه، ده في الاول وفي الاخر كريم. بس انا دلوقتي لما حطيته على ايدي دي انا حاسه ببروده في ايدي دي عن ايدي دي، فهو الميزه اللي فيه ان هو مش بيحرر زي باقي انواع اللوشن في الصيف. تاني حاجه بحب ارطب بيها جسمي في الصيف هو جل الصبار الطبيعي. اي جل صبار طبيعي هتستعمليه هيلوك الترطيب اللي هتحطيه هيديكي احساس بروده شويه وهيخلي بشره جسمك ما يحصلهاش حساسيه في الصيف. فبرضو جل الصبار من الحاجات اللي انا بحب استعملها في الصيف لجسمي. اخر كريم بحطه على جسمي هو واقي الشمس. انا بستعمل ده من فيشي، انا بحب ده جدا بخلصه بسرعه وبشتري غيره، اعمل ايه؟ هتحرق من الشمس. بتحبيه على جسمك علشان الشمس هتحسسك بسخونيه اكتر وهتسمر جسمك كمان مع الوقت. فمهم ان انت تحطي الصن بلوك، وبلاش يا جماعه كميه الصن بلوك المجنونه اللي هم بيحطوها في الفيديوهات دي عشان ده مش طبيعي. واعرفي ان الصن بلوك بالذات بعد الابحاث الجديده اللي عليه لما تزيدي الكميه عن حدها هيتقلب ضدك وهيضرك بدل ما يفيدك. فحطوا صن بلوك بالمعقول، ومش مشكله ان الشمس تيجي عليكم شويه، فيتامين د مش هيموتكم. وحاولوا تتجنبوا الشمس في الاوقات اللي هي الحاميه قوي اللي ممكن مثلا بعد الشر تجيب لك ضربه شمس او كده، يعني مثلا من الساعه 11 للساعه 3 4 كده حاولي تتجنبي الشمس على قد ما تقدري. وقبل ما نخش على نوعيه البرفيوم اللي انا برشحها في الصيف، خليني اقول لك على حاجه هتغير حياتك في الصيف. اي نوع غسول فم هيحسسك بانتعاش، هيخلي ريحه فمك افضل، هيخلي الهواء وانتي بتتنفسي على جوه تحسي ان هو بارد شويه، بتحسي ان هي حاجه ملهاش علاقه، بس صدقيني هيفرق معاكي جدا جدا. انا بجيب الاكياس ده من بره علشان انا باخده معايا في شنطه ايدي، هو بيستعمل مره واحده وبترمي الكيس، فعلى طول برضو بخش التويلت وبعد الاكل او بعد ما اشرب حاجه بيديني انتعاش في الحر، وكمان بيخلي ريحه الفم عندي كويس. فدي خطوه مهمه جدا، ممكن تحسي ان هي ملهاش لازمه بس لا هتفرق معاكي قوي. جربيها وبعد ما تجربيها ارجعي قولي لي في الفيديو انت حسيتي بفرق في الحر لما استعملتي غسول فم ولا لا. وقبل ما ندخل على اخر حاجه وهي البرفيوم واللي انا هناقشك فيها كتير في الفيديو ده، هقولك على الباتشات دي. الباتشات دي انا بشتريها من ميني سو اللي في دبي مول. هي مكتوب عليها ان هي بتنزل درجه الحراره وبتدوم ل4 أو 5 ساعات. هي فعلا بتقعد تقريبا 4 أو 5 ساعات. هي من جوه زي الجل بتحطيها على اي مكان انت حاسه ان هو سخن قوي في جسمك. عارفه دي تقريبا نفس فكره الكمادات بتاعه الحراره لما بنعيا ويجي لنا برد ونجيبها من الصيدليه، هي نفس الفكره. برضو بخلي معايا منها في الشنطه اول ما بحس ان انا خلاص فعلا هفرهد من الحر وجسمي سخن بزياده، بحطها مثلا على منطقه الرقبه، بحطها على ايدي، بتديني بروده مؤقته بتخليني ما انصهرش في الحر. هي كانت الباكت فيها كتير، مش فاكره كان فيها قد ايه، بس كان فيها 10 تقريبا، بس هم دول اللي باقيين عندي دلوقتي. حلوه جدا، جربيها هتساعدك برضو ان انتي تحسي احساس البروده في الصيف. ولو عايزه تحسي بقى ببروده حطي الفازلين ده وبعده على نفس المكان حطي الجل ده، فعلا هيبردوا الجسم معاكي. جربي التريك دي في وقت يبقى حر قوي وهتشوفي ان لا في فرق ودرجه حراره جسمك هتبتدي تقل مع الوقت. والاحسن ان دول تكوني انت حطاهم في الثلاجه او في الفريزر قبل ما تنزلي وتستعمليهم، بيكونوا باردين اكتر وبيدوا احساس بروده اعلى. ونيجي بقى لاخر خطوه وهي البرفيوم اللي احنا بنرش منه كتير جدا في الصيف عشان احنا فاكرين ان كده ريحتنا هتبقى حلوه. اسفه ان انا هديكي الصدمه دي، بس ريحه البرفيوم مع الحر بتقلب ريحه كمكمه. انت ممكن تكوني مش شماها في نفسك بس باقي الناس شمينها، فاوعي تفتكري ان انت لو حرانه وعرقانه وقعدتي ترشي برفيوم ده هتخلي ريحتك حلوه. لا 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 لا، لان البرفيوم لو حطيتيه على جلدك على طول هيتفاعل مع ريحه جلدك، لو حطيتيه على هدوم والهدوم دي عرقانه هيتفاعل مع ريحه الهدوم. لما بترشي اي نوع برفان او ميست او ايا كان هو بيتفاعل مع الريحه اللي هو عليها، مش بتطلع ريحته بالظبط زي ما تشميها من الازازه. فعشان كده قلت لك كل الخطوات اللي فاتت، الشاور والبروده بتاعه الجسم والمنتجات اللي تخليكي ما تتحريش وجسمك حرارته ما تعلاش، كل ده عشان في الاخر نكون احنا حاسين احساس مريح في الحر وكمان الناس ما تشمناش ريحه سيئه. فاولا ما ترشيش
برفيوم بكميات كبيرة في الصيف، لان ده اصلا ممكن مع الحر يعمل تهيج للبشرة، ممكن يعمل اكزيما، ممكن يعمل جفاف. فاهم حاجة النظافة والترطيب اهم بكتير من ان انتي ترشي روايح صناعية من بره. واكيد رشي برفيوم، بس في الصيف حاولي تختاري البرفانات الخفيفة الهادية. طبعا الذوق بقى السويتي والفلورال والكلام ده، دي انتي الذوق اللي انتي بتحبيه اكيد، بس حاولي تختاري برفانات هادية، مش هادية ان هي ريحتها هادية، لا، ممكن تختاري حاجة فواحة بس تكون خفيفة مش تقيلة، يعني عشان الريحة بعد شوية ما تتغيرش، لان كل البرفيوم مكان اتقل في الريحة كل مكان بعد شويه لو انتي جسمك سخن واتحريتي هيقلب ريحته لريحه وحشه. فانا بالنسبه لي هقول لك ترشيحاتي في الصيف دول على طول بستعملهم في الصيف. اول حاجه بحب استعمل من لانكوم ده ميست للشعر، وبما ان انا شعري دايما باين بحب ان هو ريحته تكون حلوه. زي ما قلت لك شعرك لو نظيف ومغسول ورشيتي عليه ميست هيبقى ريحته تحفه. ودايما الناس بتركز في ريحه الجسم وبتنسى ان شعرنا برده مشموم، يعني شعرنا ليه ريحه برده، بالذات لو هو باين للناس والناس شايفاه وشماه. انا بقى عن نفسي بحب الميست في الصيف اكتر من الشتاء، لان الميست فيه نسبه زيوت عطريه اقل، فالزيت مش هيعمل ريحه الكمكمه اللي انا بكلمك عليها. وكمان بحب اختار المستات الخفيفه. انا بقى ذوقي في البرفيوم بحب الحاجات السويتي، فعشان كده مختاره حاجات النوتس بتاعتها مسكره، فدي انا معتمداها الصيف ده من باث اند بادي وركس، اسمها سويتست سونج. دي ريحتها رهيبه، مسكره، ريحتها حلوه قوي، ريحتها حلوه قوي، فيها توت وفيها مسك وفيها سكر، هي شجري قوي بس خفيفه، يعني مش شجري من الحاجات التقيله، وريحتها فريش ونظافه، يعني مسكره على فريش، فدي مناسبه قوي للصيف. ولو انا عايزه ارش برفيوم، لو انا بالليل هرش المست وبعده برفيوم، لو انا الصبح بس هرش المست، عشان زي ما قلت لك انا دايما الصبح بحب ان انا اقلل الروايح الصناعيه، فبستعمل دي اللي هي سويت توث. دي ريحتها تحفه. اولا هي خفيفه، برفيوم خفيفه، ريحتها ايس كريم، في فانيلا، في فراوله، هطلع لك النوتس بتاعتها هنا، هي سويتي صيفي فريش، ريحتها حلوه قوي للصيف، حاساها كده بناتي وسويتي وخفيفه، مش تقيله مع الوقت، مش بتقلب ريحتها عشان هي اصلا خفيفه. لو تفتكري دي اللي اشتريتها في الفيديو بتاع الطياره بتاعت اميريتس البيزنس كلاس، هي دي البرفان اللي انا اشتريته على الطياره، ومن ساعتها حبيته جدا جدا. انا اصلا كنت عايزه اشتريها، انا عارفه ان هي ريحتها مسكره ومن الحاجات التوب المسكره اللي دايما بيتكلموا عليها على التيك توك وكده، وماشي قوي ان هي تعمل لها ليرنج مع السويت سونج من باث اند بادي وركس. فدول مع بعض جربيهم في الصيف لو انت بتحبي الحاجات السويتي. لو انت بتابعيني هتعرفي ان انا بحب الروايح السويتي اكتر حاجه. وبس كده، ده يكون الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون فادك، واتمنى ربنا يرحمنا من الحر اللي احنا فيه ده. ما تنسيش تقولي لي في الكومنتس ايه الفيديوهات اللي انت عايزه تشوفيها تاني. اشوفك على خير في الفيديو الجاي، سلام.